خلينا نتصور لو ما شاركنا في عمليات عاصفة الحزم، ايش الموقف؟ هذا السؤال اللي لازم يسأل المواطن الخليجي وانت تسأله. لو ما صارت عاصفة الحزم، جلسنا وقلنا والله خلينا ما لنا دعوة فيهم وهذه هم اخوان ويتصافون، تعرف شنو يصير؟ لا كانت يمكن حتى قناتكم ما تطلع. ليش؟ لأن الموقف الجيوسياسي راح يتغير الموقف العسكري. كيف؟ لو وجدت أولا البحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري الإيراني تلاقيها رابطة عند باب المندب، بحكم أن باب المندب تابع للمياه الاقتصادية والإقليمية لليمن. لو وجدت مطار صنعاء فل أوف حرس الثورة الإيراني ومعهم صواريخ توضع في صعدة وتوضع على الحدود وتصل المدن السعودية وبعض المدن الخليجية إذا وضعت في عدن. لو وجدت البحرية الإيرانية والقوات الإيرانية مسيطرة على المخا، المكلا، عدن، الحديدة، بالتالي هذا الساحل كله مسيطرة عليه. وجانب صنعاء لو وجدت أنها تمارس سياسة طائفية كبيرة في بر اليمن أو في المدن اليمنية، لو وجدت الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى موجودة تهدد المدن السعودية والمدن الخليجية، لو وجدت الطائرات الإيرانية تصبغ بشكل الطائرات اليمنية وينزلونها بالمطار وعلمونها، ولا صارت مشكلة كبيرة واعتداء كبير على الحدود الجنوبية. هذا كان السيناريو. السيناريو الآخر بعد أن تتحرك من سوريا يروحون للأردن، وبالتالي تصير هناك عملية تطويق لشبه الجزيرة العربية. من اليمن ناخذها إيران شرقا، العراق، سوريا، الأردن تطوق مثل اللحاف، واليمن في الجنوب. هذا جانب واحد جيوسياسي. الآن نأتي إلى الجانب الاقتصادي. لما الإيرانيين يسيطر على مضيق هرمز اللي يطلع منه 17 مليون برميل، وعلى مضيق باب المندب 4 مليون برميل، وعنده بارجات تسكر مقلق تقلق مدخل قناة السويس، الغرب مع من يتفاوض؟ بالله يتفاوض معك اللي ما عندك شيء، ولا يتفاوض مع الإيرانيين؟ راح يتفاوض مع الناس اللي تسيطر على مصادر ومواصلات خطوط الطاقة. بالتالي راح تفرض إيران قوتها كقوة إقليمية، ونحن نكون تحت رحمة إيران، لأن الغرب لن يقف معك، ما عنده استفادة معك. أنت ايش عندك؟ لا عندك نفط تصدره إلا تحت الوصاية الإيرانية، ولا عندك اليمن وراحت عليك، وأنت الآن ما عندك اشتباكات على حدودك الجنوبية. هذا هو شكل السيناريو. وأيضا لا صار في تشجيع، لأن السعودية راح تكون مشغولة، وبالتالي راح يشجعون الثورة والأعمال الإرهابية في البحرين. فالبحرين ليش؟ لأن كم تبعد مصفاة بقيق عن المنامة؟ تبعد 40 دقيقة بالسيارة، أكبر مصفاة في العالم 40 دقيقة بالسيارة تبعد عن البحرين. بالتالي احنا نتحدث على خطة كانت خطة تطويق استراتيجي على المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى. هم يعتقدون إذا ضربت المملكة كلنا نطيح، وهذا صحيح، هذه حقيقة يعني ما يجب أن ننكرها.